في كذا حد قال لي انا عايز اقرا بس مش عارف ابتدي منين او ما عنديش الصبر والطقطانه على القرايه. انا بقترح انكم تبتدوا باصداء السيره الذاتيه لنجيب محفوظ. مش عايزكم تخافوا من اسم نجيب محفوظ. نجيب محفوظ من امتع واسهل الكتاب اللي ممكن تقروا له. اصداء السيره الذاتيه اصلا مش كتاب ولا روايه، يعني ده عباره عن افكار كانت في دماغه، لان هو بيتكلم عن سيرته الذاتيه. الناس اللي ما بتحبش تقرا حاجات طويله، بصوا خلاص ادي فقره 2 3 4. وبعدين ميزته انك انت ممكن ايه تبتدي من اي وقت من اي حته، وتبتدي بالعكس تبتدي بالمقلوب، لان هم اصلا مش متسلسلين ومش مرتبطين ببعض. عارفين انتوا الكلام العميق اللي بنكتبه على الانستجرام بقى ده كلام عميق بجد. ميزه الفقرات دي انك انت بعد ما بتقراها بتسيب لك حاجه في دماغك، هي بتبقى صغيره جدا ما بتاخدش بالك. ودي بقى ميزه نجيب محفوظ، انك انت بعد ما بتقرا بتحس الموضوع سهل جدا، وبعد ما بتخلص تلاقي حاجه جوه بتدور بتلف بتفتح لك حاجات، بتخش جوه دماغك، بترتب لك افكارك، وبتخليك يبقى عندك فضول انك تعرف اكتر عن الموضوع ده. ودي ميزه نجيب محفوظ الحقيقيه، ان هو الفكره بتخش بمنتهى السلاسه من غير ما تبقى محتاج كلام مجعلص ولا كلام تقيل. فانا اسمي عزت امين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.